لازم يرفع السماعة، ما كانش قادر يطنش. فيلم أين عقلي الذي أنتج عام 1974 مأخوذ عن قصة قصيرة لإحسان عبد القدوس تحت عنوان حالة الدكتور حسن. قصة تعالج عقدة نفسية اجتماعية، أبطالها الدكتور توفيق وعايدة والدكتور زهدي. ناقش فيلم أين عقلي أكثر المشاكل التي يمر بها المجتمع العربي، حيث فكرة التحرر التي يحاول الوصول إليها وتطابقها مع فكرة التقاليد والعادات، من حيث عذرية الفتاة وعلاقتها السابقة قبل الزواج. رشحوا فيلم أين عقلي من إخراج عاطف سالم ليكون ممثلا عن مصر لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم، وشارك في التصفيات المصرية، ولكن لم يرشح في التصفيات النهائية للأوسكار. فهل ما زالت فكرة ربط إخلاق الفتاة بعذريتها أمر قائم، أم أن العقول تخطت تلك الفكرة إلى عالم أكثر تحرراً؟ هذا ما سنشرحه بعد الفاصل. يتحدث الفيلم عن عايدة سعاد حسني، فتاة متحررة مرحة متفوقة رياضيا ودراسيا. تعرفت على الشاب شريف مصطفى فهمي وحبته، وتطورت علاقتهما حتى أخطأت معه وفقدت عذريتها، ولكنه وقبل الزواج بيومين لقى مصرعه في حادث أليم. وبعد عام تعرف عليها توفيق محمود ياسين، الشاب الذي قضى 7 سنوات في باريس، وكان يعرف العلاقة السابقة لعايدة مع شريف قبل مصرعه. ورفض توفيق أن توضح له عايدة حقيقة علاقتها مع شريف، رافضا محاسبتها على الماضي، فكيف يسمح لنفسه بمعرفة نساء قبل الزواج ويحرمها من نفس الحرية؟ إنه إنسان مثقف ومتحضر، يرى أن التقاليد الشرقية نوع من التخلف والتفاهة التي يجب التخلص منها. وبعد الزواج لاحظت عايدة أن توفيق يتهمها بنسيان أشياء لا تذكرها، وينقل أشياء من مكانها، ويدعي أنها لم تنقل. كما كانت تنتابه حالات شلل مؤقت عقب عودته من الإسكندرية بسفريات مع سائقه صابر سيد زيان، وحاولت أن تأخذ له ميعادا مع الدكتور زهدي محمود رشدي أباظة، ولكن توفيق رفض لتأثير ذلك على عمله بالبنك وتدريسه في الجامعة. ولكن أخيرا اكتشفت عايدة أن زوجها توفيق يقرأ في كتاب كيف تصنع مريضا، والذي يتحدث عن الطرق التي كانت تتبعها المخابرات للتأثير على معارضي النظام، لإقناعهم بأنهم لا يرون ولا يسمعون جيدا وينسون بنسبة كبيرة. وقد وضع خطوطا تحت بعض الفقرات وكتب ملحوظات، وهي الأشياء التي كان يتبعها معها. لذلك قابلت الدكتور زهدي وهو زميل زوجها بالنادي، وصارحته بكل شيء، واتهمت زوجها بأنه يحاول أن يصل بها إلى حالة من الجنون، وطلب منها الدكتور أن تأتيه بالكتاب المذكور ليقرأ الملحوظات التي كتبها توفيق. ولكن عايدة لم تعثر على الكتاب، وقام توفيق بدعوة الدكتور لمنزله، وصارحه بأن عايدة تنتابها حالات من النسيان، وتصاب بحالات إغماء تشبه الصرع، وأنها تقرأ في كتاب كيف تصنع مريضا وتكتب على الهوامش بعض الملحوظات. وعرض عليه الكتاب، وتساءلت عايدة عن الأرض التي يزمع توفيق شرائها ويتهمها بنسيان ما قاله لها، فأجابها بأنه سلمها شيكا بالقسط الأول، وأنها وضعته في حقيبتها. وأنكرت عايدة الأمر، ولكنها اكتشفت الشيك في حقيبتها فانهارت، وناولها الدكتور منوما، ثم أخذ الشيك والكتاب وانصرف، وهو لا يدري أيهما المريض، ولكنه تمكن من مقارنة الخط المكتوب به الشيك مع ذلك الخط المكتوب به الملاحظات في الكتاب، واكتشف أنها بخط توفيق وأنه هو المريض. وعاود لقاءه مع عايدة التي قصت عليه حكايتها مع شريف دون أن توضح له مدى العلاقة بينهما. وتذكر موضوع سفر توفيق للإسكندرية، فطلب مقابلة السائق صابر الذي صارحه بأن توفيق كان يلتقي ببنات الشوارع اللائي يبعن أنفسهن ويقضي معهن وقتا بكابينته بالمعمورة. واستطاع الدكتور مقابلة إحداهن، وهي بائعة أوراق اليانصيب زبدة، حياة قنديل، وعلم منها تفاصيل لقاء توفيق معها، والذي كان ينظفها في الحمام بنفسه ثم يقيم العلاقة معها، وبعد ذلك يلومها على تفريطها في بكارتها. وعاود الدكتور سؤال عايدة عن مدى علاقتها مع شريف، وعلم أنها عندما تزوجت توفيق لم تكن عذراء، وطلب الدكتور من توفيق أن يخضع لجلسات علاج معه، وإلا عمل على التفريق بينه وبين عايدة. وحاول توفيق الهروب إلى أوروبا ومعه عايدة، ولكن والدها عبد الله عماد حمدي منعه،
واضطر توفيق للخضوع لجلسات العلاج بعد أن تركته عايدة التي يحبها، واكتشف الدكتور زهدي أن توفيق عاش في كفر الباجور وشاهد اهتمام والده الشديد ببكارة ابنته، وكذلك أهل الكفر، وهي الأشياء التي يرى أنها غير ذات أهمية، خصوصا بعد أن سافر إلى باريس وتطبع بعادات وتقاليد الغرب، ورأى أن الاهتمام بعذرية النساء شيء من التخلف. وعندما اكتشف أن زوجته عايدة ليست عذراء، دار صراع داخلي بين التقاليد والعادات التي تربى عليها وتلك التي اكتسبها من أوروبا، فكيف لشخص متحضر ومثقف يحاسب زوجته على ماضيها؟ ولذلك كان يسافر للإسكندرية ويمارس الجنس مع الساقطات اللائي فقدن عذريتهن ليثبت لنفسه إن كل النساء مثل زوجته عايدة لسن عذارى. أمسك توفيق بخيط حالته النفسية وعلم مشكلته، وارتاحت وتحسنت حالته بعد أن أفضى بمكنون نفسه، وعاد إلى زوجته عايدة سليما معافي، وعاد الوئام بينهما. يعد فيلم أين عقلي من أبرز الأفلام التي تناولت قضية العذرية عند المرأة العربية، بل يعد من أكثرها جرأة، فهذه القضية باعتبارها إرثا قديما كانت ملازمة للثقافة العربية والإسلامية منذ نشأتها، وما زال الكثيرون يتحسسون من الحديث في هذه القضية الشائكة. إن العلاقة الزوجية بين عايدة وزوجها داخل المنزل والعيادة النفسية التي تتردد عليها عايدة هما بالطبع عنصرين مهمين في التأثير على أحداث الفيلم. لذلك نلاحظ بأن السيناريو قد ركز عليهم بشكل واضح، بل إننا لم نخرج خارج نطاقهم إلا في مشاهد الفلاش باك التي حكت عنها عايدة. والفيلم يحسب لمخرجه عاطف سالم، حيث بذل جهدا كبيرا للسيطرة على موضوع حساس زي ده، موضوع يحتاج إلى دراسة متأنية في مجال علم النفس العام والتحليل النفسي، كما أنه نجح في إدارة أبطاله واستخراج الكثير من الطاقة الأدائية الدفينة لديهم، حيث كان محمود ياسين في قمة أدائه، ويبقى هذا الدور ضمن أدواره المميزة في مسيرته الفنية. كذلك سعاد حسني التي جسدت دور الزوجة الحائرة بين قيود المجتمع القديمة وبين مفاهيمه المتحررة، فكانت لامعة في هذا الدور. مع سيناريو فيلم أين عقلي نبش في أكثر الأمور حساسية في المجتمع العربي، وهي عذرية الفتاة وشرفها، ونجح رأفت الميهي في توصيل رؤيته الخاصة من خلال انفعال الممثل محمود ياسين الزوج المعقد نفسيا لرصد عقلية الرجل العربي وتمسكه بأمر شائك ما زالت أكثر المجتمعات العربية والإسلامية لا نخوض فيه. في انتظار تعليقاتكم بكل ما تدون معرفته عن فيلم معين أو لتحليل قصة حابين تعرفوها أو لشخصية معروفة تثير اهتمامكم، ونحن نطلع على التعليقات والرد عليها أو الاستجابة بالفعل لعرض ما قرئناه منكم. نتمنى تفاعلكم وردودكم، ولا تنسوا زيادة اللايكات والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.